حجة لعدم بناء جيش، ربما تكون هكذا. بالنسبة لبناء الجيش وبناء الشرطة، هذا يعتبر أولوية قصوى، ولا يمكن أبدا أن تبنى دولة ويكون فيها أمن ويكون فيها استقرار في غياب الجيش والشرطة. هذا يجعلنا نأتي على ما حدث في وزارة الخارجية. يعني ما حدث في وزارة الخارجية جعل العديد من السفارات ترحل عن ليبيا. الموضوع أن وزارة خارجية تهدد. هناك من يقول عبر وسائل الإعلام وأيضا عبر الفيسبوك بأن وزارة الخارجية هددت وعرض عليها أن يكون هناك أشخاص من الذين حاصروا وزارة الخارجية أن يتم تعيينهم داخل الوزارة، والوزارة رفضت ذلك. هل ما حدث هذا صحيح وأن تقدمت طلبات بهذه الطريقة أم أن هذا الكلام غير صحيح؟ أولا وزارة الخارجية لابد وأن نأخذ في الاعتبار أنها وزارة ذات سيادة. نعم صحيح. يعني من ضمن الوزارات السيادية اللي المفروض تعامل معاملة خاصة، بحكم هي الوزارة الوحيدة زي ما ذكرت لحضرتك أستاذ أحمد أن تربط الشأن الداخلي بالشأن الخارجي. صحيح. وزي ما أنت تصنع المهندس وتصنع الكهربائي وتصنع الطبيب، أيضا تصنع الدبلوماسي. صحيح. الدبلوماسي لابد يكون دبلوماسي مهني. صحيح. بمعنى أن شخص قادر على العطاء. وهذا السبب أن احنا عندما بدأنا في الخارجية بدأنا على أساس أنه مؤسسي، كيف أنك أنت تعيد هيكلة الخارجية وكيف أنك أنت تركز على ما يسمى ببناء قدرات الدبلوماسية. النقلة النوعية اللي حابين نحن نحققها في إطار الخارجية أن دور الدبلوماسي ليس هو دور تمثيلي فقط، أنه يمشي ويمثل بلاده برا ولا يكون هنا متواصل مع السفارات. بالعكس، الدبلوماسي لابد يفهم في الاستثمار، الدبلوماسي لابد يفهم في الاقتصاد، الدبلوماسي لابد يفهم في التفاوض، الدبلوماسي لابد يفهم في البعد السياحي، من اسمه يعني من اسمه رجل الدبلوماسي، البعد النفسي. لأنك أنت الآن لما تسوق ليبيا إلى الخارج سوقها من مهنية ودور مؤسسي صحيح وخلق العنصر البشري القادر. وهذا سبب من الأسباب أن احنا عندما أعدنا هيكلة وزارة الخارجية ركزنا بالدرجة الأولى على بناء القدرات، بحيث أنك أنت إذا كان النظام خلال 42 سنة لم يعطي أي أهمية لبناء الدبلوماسي الليبي، بل الخارجية كانت ينظر إليها أنها خارجية عبارة عن وزارة رجعية. لا يمكن أبدا الآن في عهد الثورة وما قدمته وزارة الخارجية الآن تعتبر الخارجية أيضا لا زالت بنفس المستوى. هذا كلام غير صحيح. يعني الأداء المميز والرفيع اللي خلى فعلا يوصل الاعتراف بليبيا الجديدة لهذا المستوى، اللي خلى فيه شراكة ما بين الدول وما بين ليبيا هي وزارة الخارجية. واللي خلى فيه شراكة ما بين المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية هي دور وزارة الخارجية. وبالتالي أنا حابب أن أكد لك أن احنا مش عملية أنك أنت يعني تستوعب، احنا مستعدين نستوعب. ولعلمك استاذ احمد يعني اذا احنا هذه صحيح يعني حدث ان قدمت اوراق انا الان لغايه الان تعتبر الخارجيه مستهدفه من ناحيه التوظيف. نعم. ومستهدفه لدرجه اننا في خلال 8 شهور استلمت 7400 طلب. نعم. يعني هل تتوقع ان الخارجيه الان حوالي 2800 موظف عندي ما بين الداخل ومن الخارج؟ هل في امكان الخارجيه ان تستوعب 7400 موظف؟ هذا الموضوع الثاني، احنا بالعكس احنا مش ضد استيعاب الثوار. واحنا اول وزارة اللي هي قدمت لهيئة المحاربين ولرئاسة الوزراء في السابق معايير محددة فيما يتعلق باستيعاب الثوار. نعم. وخرجوا ايضا تدريبات يعني بالخارج لوزارة الخارجية. نعم. نكمل لك الموضوع هذا لان احنا شغلنا مؤسسي ومهني بالدرجة الاولى. ونحن بقدر ما نحن نثمن دور الثوار على مستوى ليبيا في تحرير ليبيا في اسقاط النظام، بقدر ما ايضا نثمن الاخوة الثوار فيما يتعلق بالمشاركة في وزارة الخارجية، في المشاركة في العمل السياسي على مستوى ليبيا على مستوى الخارجي. وقدمنا هذه المعايير. ومن ضمن المعايير هذه عندنا سلك دبلوماسي لابد يطبق، بحيث انك انت تاخذ الناس اللي هم مؤهلين اكاديميا وعلميا. ايضا التوزيع الجغرافي العادل، لانك انت مش ممكن ابدا تجي مثلا تاخذ نسبه عاليه من مدينه معينه وتنسب مدن الاخرى. من ضمن المعايير ايضا اللي هي المدن اللي ساهمت في التحرير، من حق الثوار اللي هم ينتمون لمدن ومعروفه من هي المدن اللي ساهمت في التحرير ان ايضا تاخذ في الاعتبار. ولغايه الان احنا من ايام الحكومه الانتقاليه لغايه الان لم نستلم، ولكن انا سمعت اخيرا من الاخوه في هيئه المحاربين انهم فعلا ادوا في مقابلات بحيث ان يختاروا عناصر معينه
وايضا احنا جهزنا المعهد الدبلوماسي عندنا على اساس اول ما يعطونا الرقم من الثوار، واعتقد الرقم حيكون من 100 ل 150 ثائر، ان احنا حندربهم في المعهد تدريب متخصص بحيث ان يؤهلوا كدبلوماسيين. وبالتالي هي مش عمليه انك انت تقدم طلب للخارجيه وترفض، احنا نبغى يكون الدبلوماسي صحيح، وان يبنى بطريقه صحيحه، وان يكون مدرب بطريقه صحيحه. ولعلمك ايضا في اطار التعاون مع الدول، الكثير من الدول الان اللي هي فعلا قد منا تدريب متخصص في المجال الدبلوماسي. بريطانيا، ايطاليا، تركيا، المانيا اخيرا تربونا حوالي 15 دبلوماسي. ايضا الامارات، دولة الامارات العربية المتحدة ايضا اخيرا خذوا تحت مجموعة من الدبلوماسيين. ولعلمك ان ردة الفعل من هذه الدول يقولون انكم انتم جايبين الناس بندربوهم، احنا الافكار اللي سمعناهم من الناس هذا وانا حاسين الناس مؤهلين ومدربين، يعني المفروض يكون في تدريب متخصص، مش انك انت بتكون دبلوماسي من الاول. والحقيقة دي حقيقة كبيرة جدا، وبالنسبة لنا احنا يعني شيء عظيم لما يمشي عنصر ليبي الى الخارج ودولة أجنبية ودولة عربية وتقول لك والله الدبلوماسي اللي عندك فعلا هذا قادر على الأداء، لكن أنا نعطيه جرعة تدريبية متقدمة بحيث أن يكون قادر على الأداء أكثر. فحقيقة احنا بالنسبة لنا احنا كخارجية مستعدين احنا نستوعب الأخوة الثوار، مستعدين نستوعب بمعايير مهنية صحيحة. والآن احنا استوعبنا حوالي 88 من الثوار حيمشوا هم لأمن السفارات في الخارج. استوعبنا مجموعة من الخبراء، والآن منتظرين هيئة المحاربين عشان تعطينا الرقم اللي ذكرته لحضرتك، بحيث أن احنا نجهز برنامج تدريبي متقدم بالنسبة لي على مستوى المعهد الدبلوماسي. أود أن نضيف أيضا، هذا تبقى في إطار إعادة الهيكلة أو في إطار بناء القدرات، أن احنا الآن معهد دبلوماسي الآن حيكون إن شاء الله أكاديمية دبلوماسية لبناء القدرات، بحيث أن احنا نركز على السكيلز أو نركز على مهنة الدبلوماسي صنعة، مش أنك تعطيه محاضرات نظرية، ولكن تكونك كدبلوماسي بالمعنى الصحيح. صحيح. نفس الجواب الدبلوماسي اللي الآن معالي الوزير لما قلت لك أنا هل فعلا قدمت طلبات أم لا؟ يعني أنت وكأنك قلت لي قدمت ورفضت، يعني أنت تبحث عن مهنية في الخارجية، وهذا بالتأكيد لأنه هو من يمثل ليبيا في الخارج الدبلوماسي. صحيح. نأتي إلى موضوع آخر، هناك أشخاص بالخارج. هي عفوا نعم، احنا الآن عملية استيعاب الخارجية يعني الاستيعاب لا بتكون بمستوى مهني. صحيح. عرف قصدي؟ صحيح. وإذا كان احنا بنبني دولة معناها لابد نشتغل بطريقة مؤسسية مهنية. صحيح. لكن ما فيش رفض، هي في قبول، لكن لابد أن نطبق المعايير بطريقة صحيحة. صحيح. هناك طبعا دور كبير للخارجية في من هم بالخارج الآن من المطلوبين، يعني هناك مسميات وأسماء أمامي كثيرة، ولكن لنأخذ مثال أمثلة كثيرة ولكن منها عبد الله السنوسي. ما دور الخارجية في جلب عبد الله السنوسي إلى ليبيا؟ أولا أي موضوع له علاقة بالسياسة الخارجية الليبية وربطنا بعلاقاتنا مع الدول أو مع المنظمات، دور الخارجية يعتبر محوري. أكيد. ولعلمك أستاذ أحمد أن احنا الخارجية كنا مبادرين فيما يتعلق بما يسمى بالملحقين القضائيين. يعني الدول اللي عندهم ملحقين قضائيين يعدوا على أصابع في العالم. صحيح. واحنا السبب اللي احنا الخارجية أخذنا زمام المبادرة واقترحنا على معالي النائب العام وزارة العدل أن يكون عندنا ملحقين قضائيين خاصة في دول الجوار، لأن عملية تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية وخاصة قضايا التسليم عوان النظام السابق يتطلب أن يكون عندك تواجد في الدولة المعنية. وبالتالي احنا لما قمنا بهذه المبادرة لقينا ترحيب من معالي وزير العدل ولقينا ترحيب من النائب العام، واصبح لنا الآن تواجد كملحق قضائي في مصر، وعندنا في تونس، وعندنا في الجزائر، والآن عندنا في المغرب، والآن نسعى أن نستكمل دول الجوار أيضا في النيجر وتشاد، بحيث أن تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية بمعنى أن احنا كدولة ذات مؤسسات تشتغل بمهنية بحيث أن التواصل يكون مباشر مع الجهات المعنية. وبالتالي احنا كنا كخارجية طبعا ليس فقط كدور سياسي، ولكن دور تواصلي وأيضا على المستوى الجنائي، بحيث أن احنا نساهم مساهمة كبيرة فيما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بحيث أن احنا نوفق في عمليات التسليم أو الطلبات اللي هي مقدمة للدول الأخرى، وليس فقط على مستوى الأفراد ولكن أيضا التعاون القضائي في المسائل الجنائية أيضا
يدخل فيه أيضا القضايا الخاصة باسترداد الأموال أيضا. نعم. شاهدت في برنامج على قناة مصرية عندما طالبنا بأحمد قذافي الدم، وهذا الشخص بالتحديد لديه العديد من الأموال الليبية الموجودة الآن في جمهورية مصر العربية. هناك في الشارع المصري من يقول لا لتسليم أحمد قذافي الدم، وهناك من يقول نعم للتسليم. الآن خرجت وثيقة بأن يحمل الجنسية المصرية، ولكن موضوع أحمد قذافي الدم هو موضوع وكأنه مليء بالألغام. حتى الآن آخر المستجدات في موضوع أحمد قذافي الدم بالأموال الليبية الموجودة معه. أولا لابد أن نحط الموضوع هذا في إطار العلاقات الليبية المصرية المتميزة، لأن احنا العلاقات الليبية المصرية المتميزة ليس فقط على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو كدولة شقيقة، ولكن أيضا على مستوى التعاون في المسائل الجنائية. ونحن طبعا على تواصل مع الحكومة المصرية، وحقيقة أن هناك إيجابية كثيرة جدا لدى القضاة المصريين ولدى مكتب النائب العام فيما يتعلق بهذه المسألة. نتأكد أستاذ أحمد التعاون في المسائل الجنائية تعاون مش بسيط، تعاون يعني يأخذ وقت. وأنا لو نقول لك على سبيل المثال الحصر في بعض القضايا تسليم ما بين أمريكا وإيطاليا وما بين بعض الدول الأوروبية وأمريكا أخذت سنوات طويلة جدا. لأن المسار القضائي لابد يأخذ مسار الصحيح ويأخذ مجراه الصحيح. احنا قدمنا الطلبة بتاعنا بمنتهى المهنية، والإخوة في مصر أيضا حيتعاملوا بمنتهى المهنية، وأنا في اعتقادي الشخصي العملية مسألة وقت. بالنسبة لقضايا الأموال الموجودة في مصر، الحكومة المصرية اتخذت زمام المبادرة استجابة لقرار مجلس الأمن بتجميد بعض الأموال اللي هي عندهم عليها علم، ولكن طبعا الحكومة المصرية لابد وأن أيضا تتجاوب فيما يتعلق بالأموال المهربة اللي احنا ما عندناش بها علم. صحيح. عرفت؟ صحيح. وهذا طبعا يحتاج للبعد المخابراتي، يحتاج لبعد التواصل على مستوى الأفراد، على مستوى البنوك، وبالتالي العملية ما هيش عملية مع عصا سحرية انك انت تطلب شيء ويتم. صحيح. خاصة بالنسبة للتعاون القضائي لو تأكد انه ياخذ وقت، لكن احنا كلنا ثقة ان شاء الله ان السلطات المصرية المختصة بهذا الموضوع ستتجاوب مع ليبيا في الوقت اللي المفروض تتجاوب فيه. نعم. معالي الوزير، هناك أسماء مثلا كما قلت أحمد قذافي الدم أخذت ضجة كبيرة، ولكن هناك أسماء لم نسمع عنها حتى الآن. على سبيل المثال، بما أننا نحن الآن في قناة ليبيا الوطنية، هناك عبد الله منصور، هناك علي عطية، هناك ميلاد الفقي، هناك العديد من هؤلاء الأسماء يعني لم يتحدث عنهم أحد. عبد الله منصور، علي الكيلاني، وميلاد الفقي، وهؤلاء الثلاثة ربما ساندوا النظام السابق بأكثر من وسيلة وأبرزهم عن طريق الإعلام. فما دور الخارجية حتى الآن في استرجاع هؤلاء الثلاثة على سبيل المثال؟ كما ذكرت لك، احنا الملحقين القضائيين المتواجدين في هذه الدول هم بيتابعوا هذه المواضيع مع الجهات المسؤولة، ولكن الخارجية احنا كعامل مساعد، وليس نحن كخارجية احنا اللاعب الأساسي في هذا الموضوع. يعني احنا بالنسبة لنا التواصل على المستوى الدبلوماسي، متابعة هذه القضايا، لكن النيابة العامة في ليبيا ووزارة العدل هي العامل الأساسي اللي هي. ولكن تأكد أن في قوائم موجودة وطلبات قدمت للدول، ولكن طبعا لا يمكن الاستجابة إليها في يوم واحد. عرفت؟ لأن الدولة اللي يطلب منها تسليم شخص معين لابد وأيضا أن يكون فيها إجراءات على المستوى الوطني، وأن القضاء يأخذ مجراه. عرفت؟ وبالتالي لابد يكون عندنا حد أدنى من الصبر في التعامل مع هذه القضايا، لأن هي قضايا حساسة جدا، وقضايا تخص تواجد هؤلاء العناصر، وأيضا حرية تنقلهم من مكان لمكان. يمكن شخص متواجد في دولة معينة بكرة تلاقيه في دولة أخرى. صحيح. وبالتالي نتمنى أن احنا لما نشتغل بمهنية يكون عندنا حد أدنى من الصبر عشان نقدر نتعامل مع هذه القضايا، وخاصة قضايا التسليم، قضايا ما هيش بسيطة يعني. نعم. هو ربما الشارع الليبي يطالب بتسليم ما ذكرت وغيرهم، لأنهم يحملون أموال طائلة، أموال ليبية طائلة، يهددوك حتى من الناحية الخارجية، ويبعثون إليك ربما بمنظمات، بعصابات. لذلك ربما الشارع الليبي يطالب بهؤلاء الأسماء نظرا للضغوطات الموجودة الآن. هناك شخصية أخرى طلب بها من الأشخاص الذين خرجوا وكانوا يتبعون لنظام القذافي، ولكن ما حدث بأنه هناك من يقول بأنه كان عميل،
هناك من يقول بأنه كان مع النظام ضد النظام. موسى كوسة، هذا الاسم الرنان على الساحة الليبية. يعني هذه الشخصية الآن هل هي من ضمن الشخصيات المطالب بها أم أن لديها وضعية أخرى؟ في الواقع أستاذ أحمد أنت بتسأل أسئلة المفروض تسألها للنائب العام نعم. ووزير العدل أكثر من. لا أنا ربما سألتك لأن العلاقات الخارجية الليبية ودور الناس المطلوبين بالخارج، ربما الخارجية هم أقدر الناس على التعاون. وكما قلت لك يعني لما قلت لك سألتك على الأشخاص اللي جلبتوهم حتى الآن قلت لي دور الخارجية ودور محوري. ما في شك حتى في هؤلاء على مستوى التواصل. نعم. لكن احنا الآن هناك الفاعل الأول أو اللي بياخذ الدور الأول وفيه اللي ياخذ الدور الثاني في اللي ياخذ الدور الثالث. نعم. احنا بالنسبة لنا لنا ثقة كبيرة جدا في جهاز القضاء اللي عندنا. نعم. لنا ثقة في النيابة العامة. نعم. لنا ثقة في وزارة العدل. نعم. وبالتالي احنا عندما تبادر النيابة العامة ووزارة العدل نعم. بتقديم طلب معين للتسليم لشخص معين، احنا طبعا كوزارة خارجية نكون عامل مساعد ونلعب دورا محوري فيما يتعلق بالتواصل نعم. عن طريق سفرات وعن طريق نعم. الشخصيات اللي هي مهتمة بهذا الموضوع. نعم. الجانب القضائي زي ما قلت لك القضاء جانب حساس جدا، والأفراد اللي هم مطالبين تأكد القوائم موجودة والمساعي فيها موجودة. نعم. وتأكد أنها تعتبر سواء على المستوى التنفيذي بالنسبة للحكومة بيعطوها أولويات. نعم. وعلى مستوى أيضا المعتمر الوطني العام كجهاز تشريعي أيضا أعطيها أولوية سياسية. ولكن نعم. زي ما ذكرت لحضرتك محتاجين لشوية صبر للتعامل مع هذه القضايا بحيث أن العلاقات يكون فيها نضوج. نعم. وأن العمل يكون فيه نضج، وأن البعد القضائي يكون فيه نوع من التفاهم ما بين نعم. الدولتين حتى يمكن نحن نحقق تقدم في مجال التسليم. نعم بإذن الله. يعني نستطيع أن نقول موسى كوسة هو أحد الأشخاص أيضا المطالب بهم للرجوع إلى ليبيا مع الوزير. لننتقل إلى سؤال آخر، أحد الأشخاص المطالب بهم أولا زي ما قلت لك يعني في قوائم أعدت من طرف النيابة نعم. العامة، وطبعا القوائم هذه وطلبات تم تسليمها لهذه الدول. وأنا في الواقع لست يعني في موقع